طلعوا على كيف سربي بغطي على الوباية دي. احنا غالبا مجانين، لا مش غالبا، ده اكيد عديد مش بطلب هنزل يمين ومش هطلب سايب الشغلين ومش هطلب دول مش ابدين بيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني خالص كتير خالص. الفيديو بتاع النهاردة انا عارفة ان في ناس كتيرة خالص مستنية الفيديو بتاع النهاردة. الفيديو بتاع النهاردة مهم جدا لكل البنات. بس الاول عايزة اقول لكم قبل ما تسمعوا الفيديو عايزة اقول لكم مين اللي هيسمع الفيديو. لو انت عايزة تندمي شخص يعني مريتي بتجربة معاه، تجربة فاشلة، اتفرجي على الفيديو ده. او انت مثلا عايزه تقفي على حيلك كده زي الست فتاتات وتبقي جامده كده راجل من ظهر راجل، اتفرجي برضو على الفيديو ده. بس للناس دي، للناس القويه، للناس الجامده، الناس الشجاعه. لو انت عايزه تندميه او تقفي على رجلك، قسما بالله والله العظيم اقسم بالله العظيم الفيديو ده هيندمه. هيجي زاحف على رجله، زاحف على رجله، هيجي يقول لك انا اسف والله العظيم، رجعيني تاني والبسي دبلتش. اتفرجي على الفيديو ده وهاتي ورقه وقلم واكتبي ورا اختك فتاتات، اختك ولا امك ولا اي حاجه. بس انا الفيديو ده مهم جدا لكل البنات. هاتي ورقه وقلم يا بنت واكتبي ورا الست فتاتات بسرعه. عايزه اشيل بقى لكل اصحابك بقى وحبايبك بقى ومعارفك، عايزه اشيل على الفيسبوك وعلى التليجرام وعلى اليوتيوب وعلى ايه يا بنت اللي باسمه ايه، الواتساب، وعلى تولو. عايزه اشيل بقى على تولو، ماشي؟ عايزه اشيل لان الفيديو ده مهم جدا. هنقول كلام صادم بس صدقيني والله العظيم هيجي عند يعني هيجي ساحف والله العظيم، انا قسمتلك. نصلي على النبي، صلوا على النبي كده معايا. اول حاجه طبعا احنا بنخرج من المرحله دي بنكونوا زعلانين، بس في فرق تكوني زعلانه على الشخص وتكوني زعلانه على نفسك. اهو في اتنين اهو فرق. اول حاجه يا اما تزعلي على الشخص يا اما تزعلي على نفسك. لا انا ازعل على نفسي، ازعل على الشخص ليه؟ ولا عباله ولا اهتم بيه. انا ازعل على نفسي، ازعل على نفسي ان انا اديته، ان انا عملته، ان انا قلت له كلمه بحبك دي بس بالدنيا كلها. بس ده اللي انا ازعل عليه، واقف كده على حيلي وارضى باللي ربنا كاتبهولي. اللي ربنا كاتبهولي ده اللي انا ارضى بيه. تمام؟ في ايه يا بنت بتضلي وسطك ليه، بنتفتك ولا ايه؟ ارضى باللي ربنا كاتبهولي، بس دي اول نقطه. طيب يا ستي فتاتات، هو كده خلاص الموضوع كده خلاص انتهى؟ استني يا ست، استني، لسه كلمنا كلام. احنا لسه بنقول اول حاجه ترضي باللي ربنا كاتبهولك. خلاص انت كده رضيتي باللي ربنا كاتبهولك. استني بقى، اول حاجه هنعيش اول شهر، تمام؟ اول شهر هتعيطي، ده انت هتسحي دموع، مش هتعيطي بس هتسحي دموعك هتنزل على وشك، هتحلق وشك. انا معاكي، هتعيطي جامد وقلبك هيوجعك وهتبقي مكسوره هتعيطي. تمام. طيب نيجي لتاني شهر برضه هتعيطي، بس انت هتفكري كده مع نفسك في تاني شهر، هتقولي ايه ده ما جاش ولا صالحني ولا كلمني ولا اي حاجه، لا ده نجمت شويه وانا اللي اطبطب على نفسي. انا اللي اطبطب على نفسي. مجرد انت ما تطبطبي على نفسك انت جمدتي شويه، ما جمدتيش كتير، لا انت كده بدأتي تجمدي. احنا اهو في الموضوع، احنا بنتكلم على موضوع خطيبك، جوزك، حبيبك. احنا بنتكلم على علاقة المرأة بالرجل، ما بنتكلمش على علاقة الحبيب بحبيبته، لا علاقة المرأة بالرجل عموما شاملة، حبيبك، خطيبك، جوزك. تمام كده؟ تمام، وصلنا لغاية كده يا ستي فتاتات. طيب مجرد انت بتطبطبي على نفسك انت جمدتي شويه. طيب وبعدين يا ستي فتاتات، وبعد يعني ايه برضه، ما انا بنفكر فيه تاني سهل برضه بتفكري فيه. تحاولي بقى تشتغلي على نفسك. ازاي اشتغل على نفسي يعني مش فاهمه ازاي اشتغل على نفسي. يعني انت تحاولي لو انت شغاله اشتغلي، فكري في شغلك. طب انا مش شغاله، انا ست بيت ولبة اسره زي الست فتاتات، اعمل ايه؟ اشتغل على نفسي ازاي؟ اخترعي شغل، اشتغلي رياضه، اخرجي مع اصحابك. خدي بالك في نقطه هنا مهمه خالص، ان انت تخرجي مع اصحابك مش معنى ان انت تروحي تحكي لي لاصحابك وتعيطي وسابني وحصل وجرى. لا اوعي، صحابك صحابك بيمسكوا النقط دي وبيعملوا منها افلام وحلوانات. نبه، خلي سلك في بيل،
خلي سلك في بيل، خليها عند الست فتاتات. تعالي اكتبي لي في التومات انا وصلت لغايه كذا يا ست فتاتات، انا هقول لك ايه، هرد عليك على طول وهقول تتلكيس خالص. ماشي خلاص. خلي سلك جواك، ما تحكيلش لاصحابك، اقعدي مع اهلك، اقعدي مع اهلك اللي بيدوكي طاقه ايجابيه، اقعدي مع صحابك بس ما تحكي لهمش حاجه زي ما اتفقنا. تمام كده؟ تمام. خلاص. اشتغلي، اجتهدي في شغلك. تاني صح، قلبي جامد شويه. طب تالت سهل برضو بيجي على بالي وبنفكر فيه، اعمل ايه يا ستي فتاتات؟ اصبري، انتي مستعجله ليه؟ لو قلتي ان انت تحطي الشخص ده في بلوك، حطيه في بلوك، ما يهمكيسي. بصوا اللي اخترع البلوك ده سكر والله. انا من سكولك يا اللي انت اخترعت البلوك، انا ما كنتش اعرف عنه حاجه. البلوك ده بلوك من كل حاجه. حطي له بلوك كده. جيلي يا بنتي التليفون يا بنت. بلوك كده، حطي له بلوك كده، صندوق بلوك كده من كل حاجه. طيب هيشتم الشخص اللي انت بتحبيه او اللي كنت مرتبطه بيه او خطيبك او ايه، هيشتم، هيبعت مسجات وحشه، هيبعت كلام تلقيح وحش، ولا يهمناش بالكلام ده. طياريه خالص من دماغك، ما تحطوش في دماغك خالص. تمام اهو. اديني من علافك اهو. تعملي ايه؟ والله العظيم الفيديو ده مهم لكل البنات. ولا وقلم اكتبي ورايا بيه. 4-5 شهور هيعدوا على كده، بس انت المفروض تكوني قويه. اهم حاجه تبقي ايه في شغلك، مش بتشتغلي. اخرجي اعملي زي ما اتفقنا. خلاص 4-5 شهور. عايز الشهر الخامس هيديكي بقى يعني رساله حلوه، رسالة جميلة كده. ممكن بدل الشتيمة، بدل اللي هو التجليح، بدل الكلام ده، هيديكي رسالة حلوة. لا شوفي الرسالة وما تلديش. اوعي تلدي. ما افتكري ان هو جرحك. تمام. هيجي اهله بقى، ممكن يقلبوا المعرفة ما بين كده وما بين كده، يكلموك. طب انتوا كنتوا فين ال4-5 شهور دول؟ كنتوا فين؟ كنتوا في دبي مثلا؟ شنكوخ كان عندكم؟ مش فاهمة يعني، فهموني. اسمعنا جيتوا بعد 5-6 شهور يعني ليه؟ ممكن البعيد كمان، ممكن الوقت البعيد ممكن يبعتلك رسالة يقولك وحشتيني، وحشك قلبي يا بعيد. جايلي بعد 4-5 شهور تقولي وحشتيني، وحشك قلبي. بصي يا بنت الحلال، نصيحة خديها من ست فتاتات. طول ما انتي ما رجعتلوش، طول ما هو بيندم. رجعتيله خلاص ولا اي حاجه، لكن هو مش عارف، عمال يفكر دي ايه، دي بقى دي هتنساني، دي هتنساني خالص وهتقوم تقف على رجليها، دي ايه اللي هيحصل؟ فهموني يا جماعه. فهو طبعا بيندم. ممكن بقى لو انتوا متجوزين يقولك فاكله الامان، فاكله العنان، فاكله مش عارفه ايه، ولا يهزك الكلام ده. شوفي الرساله بتاعته وما تتكلميش خالص، ولا تتكلمي حتى لو اهله جولك زي ما قلتي. لا. انتبهي لشغلك، انتبهي لحياتك، انتبهي للرياضه، انتبهي للاماكن اللي انت بتحبيها، بتحسي فيها بالطاقه السلبيه. الطاقه يا بنت ما تبلجنيش يا بنت خليني اكمل الفيديو يا بنت. صح نتكلم كلمتين على بعض. انا هنجيب لي البتاع اللي هما بيحطوا فيه التصوير ده ونتصور. ما تقزيش، ما تلعسيش التليفون بتاعك يا بنت. البنات ماسكين وقلم الله يخرب بيتك على بيت سنينك. كل شويه تلعس التليفون يلا بس بقى خلاص صبا. المهم خلاص معايا ورقه وقلم. تمام. المهم انت ما رجعتلوش، هو ندمان مهما يقولك ومهما يحذرك ومهما يندمك، والكلام ليك انت تمام، والكلام ليك انت تمام، والكلام ليك انت تمام. طيب انا دلوقتي اعمل ايه يا ستي فتاتات؟ اعمل ايه؟ طيب انت دلوقتي مثلا ايه، متجوزه، جوزك مثلا يعني مثلا شبه الارتباط جواز، هو مثلا عمال يكلمك بقى. طيب انت عايزه ارجع له ولا لا؟ انت بتساليني هو ارجع له ولا لا يا ست فتاتات؟ والله انا هقول لك ترجعي له ولا لا على حسب حبك ليه، على حسب الغلطه اللي هو غلطها فيكي دي، الغلطه التامه، الغلطه الاولى، الغلطه الثانيه، الغلطه الثالثه، الغلطه العاشره، الغلطه المليون، على حسب شبه الغلطه وهل بيكرر الغلطه، وعلى حسب حجم الغلطه اللي هو غلطها ترجعي له ولا لا. انت عقلك في راسك تعرفي خلاص. المهم بقى احنا ليه بنعمل في الحوار ده؟ ما هي مثلا لو واحده متجوزه اكيد هترجع لجوزها تاني يعني، لو هو طيب ابن حلال يعني. بس احنا ليه بنعمل كل ده؟ عشان هو ما يكررش الغلط تاني. مش مجرد ان هو زعلك تقوله طلعني ابعد عني، لا مستتك وخلاص. وهو عارف ان انت يوم 2 3 خلاص هترجعوا ببعض وهتتصافوا. لا، هو عارف ان هو زعلك ستوب لغايه كده. هو عارف ان هو ده الزعل بتاعته، هو ده الزعل. ليه؟ عرفتوا ليه احنا بنعمل كده؟ انت بقى مخطوبه، على حسب بقى انت هتستحملي خطيبك بقى في الغلطه بتاعته دي، ممكن لو كررها تاني بعد الجواز
كده. طيب انتوا حبايب بقى، ما انصحش ان اي بنت تحب، البنت المحترمه ما بتحبش، ما ينفعش يبقى في علاقه كده حب من غير خطوبه. انا ما مش عايزه نتكلم بقى في الحته دي. خدي بالك انا بعرفك دلوقتي ان في حوارات هتحصل في الاربع خمس ست شهور دول، بس انت تقوي. انا بتكلم بجد وانت قدها تقوي. ليه ما تقويش؟ ليه؟ هو ليه اقوى منك؟ انت حطي كده قاعده في حياتي، هو ليه اقوى مني ومش بيكلمني ومش جاي يصالحني وانا اللي مش قادره واروح واصالحه؟ حطي قاعده كده في حياتك، عشان هو مشغول في شغله، مشغول في حياته، مشغول مع اصحابه، ناسيكي خالص. انت ليه ما تبقيش كده؟ انت هتقوي وهيحصل بقى في الخمس ست شهور دول حوارات. طيب في الخمس ست شهور دول لما يحصل حوارات ممكن عايزه ترجعي له، خلاص ترجعي له بقى، بس هتعلقيه غلطته. مجرد ان انت قاعده جنبه في الانتاليه كده، لو في ما بينكم عيال طبعا وانت عايز ترجعي له، خلاص دي ترجعي له بقى، خلاص كفايه كده. لو هو حاول مره واثنين وثلاثه واهله حاولوا، ترجعي له بقى عشان ايه؟ الراجل ما يترسم من ايدك. طيب لو انت بقى عايزه خلاص تسيبيه، انت قرفانه منه ومش سايقاه وخلاص بقى، خلاص انت خلاص. طيب عايزه تسيبيه، خلاص سيبيه، مفيش اي مشكله خالص. انت كلهاه ومش عايزه تكملي معاه، خلاص دي حاجه ترجع لك بقى وحاجه تسيبيك بقى، خلاص مفيش اي مشكله. انا مش عايزاكي تحطي في دماغك ان الوقت هيفوت، الوقت هيعدي، العمر هيجري، الكلام اللي هو بتاع البنات الملهمش لازمه دول، لا سيبك من الكلام ده، والله بجد والله العظيم بكلمك بجد. حطيش الكلام ده في دماغك. انت عايز ارجعي له، بس بعد طبعا ما تحسسيه ان انت بقيتي قويه، ان انت بقيتي جامده، ان هو وقت ما يزعلك هو ده اللي هيحصل، وممكن المره الثانيه تروحي من ايده فعلا. لازم هو يحس بكده. هو ما حسس بكده هيكرر الغلطه مره واثنين وثلاثه وعشرة ومليون، ممكن يكرر الغلطه اكتر من مره في اليوم. اغنيه كرر الغلطه اكتر من مره في اليوم. اغنيه يا بنتي استوتي. تمام يا بنات، البنت دي بتضحكني كتير. طيب ففكري وعقلك في راسك، تعرفي خلاصك على رأي الست فتاتات، لازم ان انت تنفذي الحاجات اللي انا بقولك عليها دي، قسما بالله. انت لو نفذتي الحاجات اللي انا بقولك عليها دي يا بنت الحلال هيجيلك ساحر. خلاص يا بنات اتفقنا. اول حاجه اقعدي شهر، هتتوجعي ودموعك هتنزل وهتقلح وسك وهتقلح المخده اللي انت نايمه عليها هتتوجعي جامد يعني في الدموع. وتاني شهر وتالت شهر، رابع شهر هتلاقيه بيكلمك اتقالي عليه، خامس شهر هتلاقيه بيتحايل عليكي اتقالي عليه. اوعي ترجعي له كده بسهوله، غير لما تفكري وتعرفي عقلك في راسك، تعرفي خلاصك زي الست فتاتات ما قالت لك. ركزي في شغلك، ركزي في حياتك، ركزي، هاتي طاقه ايجابيه من اي مكان انت تحبيه، اي مكان انت تحبي تقعدي فيه هاتي منه طاقه ايجابيه. تمام؟ اقعدي في الاماكن اللي بتجيب لك طاقه ايجابيه، ما تقعديش في الاماكن اللي بتجيب لك طاقه سلبيه، خاصه في الوقت ده. تمام كده؟ تمام. طيب ونهايه الفيديو اقول لكم اسيبكم في الفيديوهات القادمه والنصائح القادمه، واسيبكم في الفيديو القادم. اوعي تنسي تحطي لايك واستلاف وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام يا بنتي.